الانضباط هو ان كل يوم بغض النظر عن مزاجك you dress up, you show up, you never give up. ده ساعد نفسك. يعني ما ينفعش تبقى انت عايز تعمل دايت واصحابك اكيله، مش هتعرف. مش هينفع تبقى بتبطل تدخين واصحابك كلهم مدخنين، مش هتعرف. ان الطريق يبقى فيه وحده ما بقولش معناه انك اقطع مع اصحابك وعاديهم، لا، بس خفف احتكاك معاهم. حافظ على الود، بس مش انت ملتصق بيهم، بس حافظ على الود، ولو حد احتاج حاجه ما تتاخرش عليه فكرة الانضباط، ان الواحد يكون منضبط، ما دي المسؤوليه بقى، والاستمرارية. انا هني building momentum، او ان الواحد يبني مسار من خلاله يقدر ينمو. زين، فشلون احنا نوصل لما نتكلم عن فكرة الانضباط؟ ايه هو الانضباط؟ وانا قريت وشفت صورة وايد حلوة حتى نزلتها منير بالانستغرام عندها، فكرة الاستمرارية. فواحد كان حاط فكرة الاستمرارية وحاط صورة، والناس تعتقد، حاط شنو الناس تعتقد 100% كل يوم، 100% كل يوم. لكن الاستمرارية هي يوم 60، يوم 70، يوم 40، بس انك تكون موجود كل يوم. 1,000,000%. هو الانضباط ببساطة ألا تخضع أدائك لمزاجك. ده الانضباط. لا تخضع أدائك لمزاجك. هي المشكلة ان النهاردة مزاجي حلو، هنزل اكسر الدنيا في الشغل. مزاجي وحش، مش هروح النهاردة. صحتي حلوة، هنزل الجيم. مش في المود، مش هروح. فالانضباط هو ان كل يوم بغض النظر عن مزاجك you dress up, you show up, you never give up. بتنزل. ودايما بنقول كده، اي حاجة احسن من ولا حاجة. يعني انك تتوجد النهاردة، لو بنتكلم على الجيم مثلا، انا ما اعرفش ليه دايما بتكلم على الجيم ولا كاني مستر اولمبيا يعني، بس انا دايما بحب الجيم، مثال اقرب للجميع، لان احنا كلنا عندنا لعنة يوم السبت ان شاء الله. ايوه، يوم السبت هنكسر الدنيا. يوم الاحد عندنا لعنة. السبت الجاي بقى يعني، انت عارف لو كنا اتكلمنا امبارح كنت رحت الجيم النهارده. ان اللهم صل على سيدنا محمد، انك يوم تروح الجيم وما تلعبش، بس تقف بس في وسط الناس، تاخد المود، تلعب تمرينه واحده، تجري على التريدميل شويه وتروح، احسن من انك قعدت في البيت. احسن ما تكسر العاده هذه. وتاني لازم تساعد نفسك في الانضباط، انك تبقى مرافق ناس واخدين نفس السكه. مهم الناس اللي حولك. يا خرابي، دي اهم حاجه. دي ساعد نفسك. يعني ما ينفعش تبقى انت عايز تعمل دايت واصحابك اكيله، مش هتعرف. مش هينفع تبقى بتبطل تدخين واصحابك كلهم مدخنين، مش هتعرف. صعب. عشان كده بقول بيبقى من ضمن الاثمان انك تغير اصحابك او تقعد لوحدك، وده اللي الناس ما بتحبش تعمله. اصعب لها بعض المرات. طبعا لان كمان احنا في الوطن العربي العلاقات العاطفيه عندنا عاليه القيمه جدا، فبنبدا نتهم الناس بالخسه والنداله لو راح يسعى وراء احلامه وصاب اصحابه. واذا نجح بعد راح يكون هذا لو نجح ده حبيب. على فكره انا كنت بشجعك في الاول، كنت مصدق فيك. فتلاقي في الاول على فكره انت الشغل غيرك، انت مش جدع، انت ما جيتش عيد ميلادي، انت مش عارف ايه. واحنا برضو عاطفيين، وزي ما بقول لك احنا الحمد لله اللي بيميزنا عن الغرب متانه العلاقات. يعني الغرب دايما بينادي بالفردانيه. انا لما بقول ان الطريق يبقى فيه وحده ما بقولش معناه انك اقطع مع اصحابك وعاديهم، لا، بس خفف احتكاك معاهم. حافظ على الود، بس مش انت ملتصق بيهم، بس حافظ على الود، ولو حد احتاج حاجه ما تتاخرش عليه